لمصلحه نادي الاتفاق. تتلعب عاليه، محاوله وراسيه بتعدي، تنزل الناحيه اليمنى عند الشهري. يحيى مع الكره، الشهري يحيى يقف عليها كويس، يراوغ سباستيان ويخش جوه المنطقه، وركله جزاء. ركله جزاء لمصلحه نادي الاتفاق. الحل موجود عند يحيى الشهري، وقلت لكم اللاعب ده انتظروا له مستقبل كبير. وركله الجزاء لمصلحه نادي الاتفاق. ركله جزاء على سباستيان سيريا. كل حاجه ماشيه مع سباستيان سيريا في المباراه كويس، الا ركله الجزاء اللي ارتكبها في الكره الماضيه. وخليفه عايل في حوار مع سباستيان، ولكن هي ركله جزاء لمصلحه نادي الاتفاق. فعلا يا جماعه يحيى الشهري لعيب بقول لكم ياخد فرصته وياخد ثقه، وهتتفرجوا على اللعيب ده هيعمل ايه في كره القدم السعوديه. ركله الجزاء موجوده عند عبد الرحمن القحطاني، والمره دي محمد مبارك والقحطاني، وعبد الرحمن القحطاني بيسجل التعادل. عبد الرحمن القحطاني بيسجل التعادل للاتفاق. حطها حلوه قوي قوي عبد الرحمن. هدف التعادل لمصلحه نادي الاتفاق. هدف التعادل لمصلحه نادي